السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. حبايبي واصحابي الغاليين على قلبي اللي بحبهم، يوم جديد يا رجالة وحلقة جديدة. والنهارده الجمعة، جمعة مباركة عليكم وعلى الأمة الإسلامية، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يزول الغمة كده عن قريب ان شاء الله عن اخواتنا وحبايبنا. كنا بنقول في غزة، في لبنان وغزة ان شاء الله، وينتقم من الظلمة بإذن الله. حبايبي يا رجالة، بصوا يا شباب، الحلقة دي من أهم الحلقات اللي ممكن تشوفها مني، تمام؟ وهي عن تمصيل الحمام ضد مرة الروشة. اصبر بس وطول بالك وما تقفلش الحلقة، ماشي؟ الحلقة ديت يا تخليك تستمر في الحمام يا تخليك تبطل حمام، قسما بالله العظيم. ماشي؟ شوف، أنا بكلمك وفي ودني السرنجة جاية وفيها المصل. أنا سريعا هقول لك المصل وأهمية المصل وفوائد المصل، وهحصل لك أو مصل لك فرد واثنين وثلاثة قدامك. اللهم بارك. انا مصلت السلاكه كلها دلوقتي، السلاكه كلها بالكامل، بقالي فيها فردين الطايرين. الشقلباظات اللي متابعنا هيبقى عارفهم، النتايه البيضاء والذكر الاحمر، او العكس يا رب، الذكر الابيض والنتايه الحمراء، تمام؟ ومصلت ولادهم ومصلت كل فرد حمام موجود جوه السلاكه. يا جماعه احنا مشكلتنا في المصل، هقول لك دلوقتي على كل حاجه، بنمصل امتى وبنمصل ازاي وشكل المصل ومن جوه منين والكلام ده كله. احنا مشكلتنا اللي لسه للاسف ناس لحد دلوقتي في 2024 بيقول لك ان المصل ملوش لازمه، بيقول لك ان المصل بديله شويه عسل اسمر او شويه رافع مناعه او فص توم او شويه بصل او شويه خل، مش عارف، على توم على ليمون، واي لبس في اي اتجاه وخلاص. دي مشكلتنا يا جماعه الاساسيه، تمام؟ انت مش عايز تمصل، خلاص ما تمصلش، انت حر. بس بالله عليك، لو انت راجل صاحب محتوى او منشئ محتوى وبتطلع تنصح الناس وبتطلع تفهم الناس، ما تقولهمش ان المصل ملوش لازمه، ما تضلش الناس، ما تغرقش الناس، تمام؟ مفيش حاجه اسمها في الدنيا انا مصلت الحمام والحمام اتهز، مفيش حاجه اسمها في الدنيا انا مصلت الحمام وكاني ما مصلتش. كل الكلام ده يا رجاله كله كذب، ليس له اساس من الصحه. انا بمصل دلوقتي للسنه السادسه على التوالي، اللهم لك الحمد. انا ما شفتش هز عندي في قلب المكان، ربنا يعافينا ويعافيكم. يعني ليه بقول لك ربنا يعافينا ويعافيكم؟ لان مرض الهزه يا رجاله من الامراض الفيروسيه. الامراض عندنا نوعين، امراض بكتيريه وامراض فيروسيه. الامراض الفيروسيه ما ينفعش معاها مضاد حيوي، لان انا بشوف ناس كتير يقول لك انا عندي هزه اديلهم مضاد حيوي. ايه يا جماعه؟ مرض فيروسي يعني ليه مصل، يعني ليه تحصين قبل ما المرض يجي. طيب لو المرض جه، افضل طريقه للقضاء على المرض ما دام المرض جه هو التطهير ببيتادين او فيركون اس او اي ماده مطهره يوميا، مع اعطاء رافع مناعه للحمام مع تمصيل الحمام. يعني شوف، بقول لك ايه، انت بتقول لي عندي هزه، انا بقول لك الحل الوحيد انك تمصل الحمام. وانا اسف، اللي هيقع يقع واللي ما يقعش ما يقعش، ماشي؟ هتقول لي طب انا استفدت ايه؟ استفدت ان انت ما بتسمعش الكلام وما بتمصلش، استفدت ان انت لو بتاخد بالكلام وبتاخد براي حد فاهم او تسال دكتور بيطري او كده هيقول لك ان المصل مهم جدا جدا جدا. استفدت ان انا شوف لما بقول لك بقى، تخيل الكلمه الخطيره دي، ان فرد الحمام اللي بتمصل 6 شهور الفرد بتاعك. تخيل يعني، انت فاهم الفرق بيني وبين اللي جنبي او بيني وبين جاري او بيني وبين غاوي صاحبي؟ انا بقول لك فرد الحمام بتاعي لمده 6 شهور لا هزه ولا سالمونيلا، تمام؟ قول لي بالله عليك انت عايز ايه اكتر من كده؟ نقطه بس مهمه جت في ذهني دلوقتي، بقول لك بقى بنمصل ازاي وبنشتري ازاي وبنعمل ازاي والكلام ده كله. اللي بيشتغلك ويقول لك هاجي لك امصل لك الفرد ب 10 جنيه قول له شكرا. اللي بيشتغلك ويقول لك هاجي لك امصل لي الفرد ب7 والفرد ب20 والكلام ده كله قول له شكرا. انا هوريك دلوقتي بكل بساطه احنا بنمصل ازاي وبنمصل فين يا جماعه. اول حاجه الامصال انواع. انا مثلا بجيب الولاد دي، هنبص كده مع بعض كده عليه كده، والصنف ده طبعا صنف ثلاجه. وشوف يعني هو ملازم قطعه التلج، ملازم ايه؟ قطعه التلج، كلها بتسحب منه اللزقه بتتشبك كده زي ما انت شايف كده. ده بويلر يا رجاله، اسمه كده يعني، اسمه بويلر. العبوه ديت 200 مللي جرام، بنمصل بيها 2000 شكه او 2000 حقنه، تمام؟ كل فرد حمام بياخد شرطتين. انا اقسم بالله العظيم للامان بدي 3 شهور، ماشي؟ طبعا ما دام صنف ثلاجه يبقى لازم، وانا بشتريه وهقول لك دلوقتي اشتريه منين. بشتريه من عند محمد عصام او الدكتور محمد عصام. هسيب لك رقم الراجل المحترم في صندوق الوصف، تتواصل معاه بكام الازازه ديت، تقريبا ب 700 او 800 900، مش متذكر الرقم ايه بالظبط. يا خرابي يا وليد، ب 900 جنيه هروح اشتري دواء ب 900 جنيه او اشتري مصر ب 900 جنيه؟ يا بيه الحمام اللي بيموت منك نتيجه السالمونيلا والهزه
اكتر بكتير من ال 900 جنيه. وانت بتشوفني دلوقتي هتقول لي اه والله عندك حق يا وليد، يبقى مالكش حجه. طيب انا معيش ال 900 جنيه، معكش 450 جنيه؟ ليه؟ عشان تقسم بالنص بينك وبين واحد صاحبك، بس بشرط بالله عليك عشان بس نستخدم المصل مظبوط. المصل يا رجاله اقوى فاعليه ليه بعد ساعتين من فتحه. يعني مثلا انا فتحت الازاز الساعه 1 عشان خاطري من 1 ل 3 تكون مصلت الحمام كله وخلصت. اللي يتبقى في الثلاجه مفيش مشكله، اللي اتبقى ده شغال وكل حاجه، بس انا بقول لك اقوى فاعليه للمصل من اول ساعتين ما يتفتح الازازه. طيب واللي هيتعان في الثلاجه ما بيحصلوش اي حاجه ولا اي مشكله ما دام تاريخ الصلاحيه ما انتهاش، وما دام هو ما سخنش مني او هو صنف ثلاجه طبعا، يعني بيخرج. بقول الثلاجه مش الفريزر، بقول ثلاجه يعني بتحط باب الثلاجه، يخرج معاه قطعه الثلج كده. وانا طالع اهو، طالع معايا كيس اهو، بص الكيس اهو، كيس في الازازه وقطعه الثلج. الازازيه تحط ايدي عليها طبعا برد او ساقعه، وكيس الثلج طالع بيها على طول معايا. اقعد بقى هنا ساعه ساعتين براحتي مش اشكال، ما دام الصنف معاه ثلج يا شباب. تمام كده. هنعلق بقى المصل كده عشان نكمل حلقتنا واقول لك بنمصل ازاي. طبعا بنمصل وحقن يعني لازم يكون معانا حقنه او سرنجه، ويفضل ان انت لما تطلع ما تطلعش بسرنجه واحده لانها بتبوظ لك سرنجات. يعني انا طالع مثلا دلوقتي ب 10 سرنجات. طب امصل ايه يا وليد الحمام؟ المهم ايه؟ بمصل كل فرد حمام موجود عندي في البيت. تاني، بمصل كل فرد حمام تخطى ال5 ايام عمره في البيت من فوق لتحت كده. سلكه هنا، سلكه هنا، حمام هنا، حمام في البلكونه، فرد حمام هنا، فرد حمام هنا، كل الحمام اللي عندي بيتمصل. طب التمصيل منين يا وليد؟ اختلفنا في التمصيل انا وانت في الرقبه ولا في الصدر. يا جماعه انا المهم عندي ان انا المصل يخش جوه جسم الطير. طيب انا هرهق نفسي ليه وهتعب نفسي ليه في منطقه الرقبه؟ نجيب كده فرده حمام كده نشرب عليها الطبيعه يا شباب. ايه يا عم بالراحه التطوير في ايه يا عم؟ بصوا يا شباب، ده فرده حمام تمام. في ناس تقول لك انا بمصل هنا، بترفع الريش كده بتاع الرقبه كده وتجيب الجلد كده وتقوم حقنه في الجلد. تيجي مثلا تكلموه بعد المصل يقول لك والله مات مني 3 حمات، مات مني 4 حمات. لان يا بيه شوف بقى نتيجه. طب انا الكلام اللي بقول لك ده مش كلام عبيله واديله، الكلام اللي بقول لك ده كلام علمي وكلام دكتور احنا بنتابع معاه. يا جماعه اهم حاجه المصل يوصل لجسم الطير عن طريق عضل او وريد. انت بتديله كده كده ما دام تحت جلد الرقبه يبقى عضل، ونفس الفكره. طيب منطقه الرقبه ديت منطقه كلها اعصاب وعروق واورده. وارد ان انت لما تيجي تشكه بالحقنه، هقول لك برده السن بتاع الحقنه والله هقول لك على كل حاجه دلوقتي. وانت بتشكه تيجي في عرق تيجي في وريد يقوم فرد على الحمام على طول ميت على طول منك في ساعتها. طيب امال احقنه فين او اشكه فين؟ يا جماعه ما انت عندك عضله صدر هنا قد كده اهو، عضله صدر قد كف ايدي، انت بتبقى غايب عنها ليه؟ ماشي. برضو المحترم الخلوق اللي عمل حلقه عن المصل ومصل قدامنا فرد واثنين وثلاثه واربعه، استاذ محمد صليب، اخويا وصاحبه وحبيبي الراجل المحترم. هسيب لك برضو حلقته في صندوق الوصف لان بسم الله ما شاء الله عليه قايل برضو معلومات حلوه زياده. تمام. طيب قلنا خلاص عشان ما مصلش في الرقبه بسبب المشاكل اللي بتحصل، وفرد وفردين وثلاثه ممكن يقعوا مني او يموتوا او يحصل لي كلكوعه هنا في الرقبه او يبقى فرد الحمام فيه مشكله ولا حاجه، وبتاخد وقت مني من التمصيل هنا كده. يعني بعد ما اشد جلد الرقبه كده بتاخد مني وقت كده والكلام ده كله، وعندي سن الابره او سن المصل صغير، او السن اللي انا بيبقى راكب في السرنجه هوريه لك دلوقتي صغير. فانا قدامي حاجه جميله جدا، قدامي عضله الصدر الكبيره الواسعه دي. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. باجي كده يا رجاله بفتح الفرد كده. طبعا انا ده واخد معايا وقت، يعني انا موصل السلاجه كلها ما شاء الله في حوالي تلت ساعه. تمام. ممصل مثلا يتعدى ال 100 فرد حمام مفيش في وقت هوب طق طق اقسم بالله العظيم لوحدي. يعني شايفني دلوقتي انا واقف على السطح لوحدي. استاذنكم بس نشوف وصلنا لكام دقيقه عشان الناس ما تزهقش من. وصلنا ل9 دقائق. بصوا يا شباب، فرد الحمام اهوت، الديل اهو ماشي في اتجاه الديل، ببين اللحم والعظمه في النص، العظمه في النص اهو، الحقنه والابره ده هاجي لك لها دلوقتي. بقوم راشي الابره كده وبقوم مديله الشرطتين. انا بديله 3 شرط يا رجاله، شرطه 2 3 شكرا. الفرد ده كده اتنصر، وبقوم داعك بصبعي كده مكان الحقنه كده، واقوم حاطط الفرد تاني اللي بعده. ماشي. دي الطيره بتاعته. دي الطيره ده يا رجاله بالمناسبه جايه لي من بره هديه من عند واحد صاحبي. تمام. نفس الكلام اهو، عندي عضله صدر قد كده اهو. انت شاغل نفسك ليه بالرقبه وتدي في الرقبه؟
هو انت غاوي تعب؟ يعني انت غاوي وجع قلب؟ اهو يا رجاله بمنتهى البساطه كده باجي اهو عضله الصدر، يا رب بس اكون باين اهو، عضله الصدر في اتجاه الديل وارشق الابره كده واقوم مدي شرطه 2 3 شكرا، وعلق السرنجه تاني في ودني كده زي كاني ايه شغال نجار اليوم النهارده. تمام؟ طيب ادي فردين اتمصلوا، نجيب كده الفردين اللي بعدهم عشان بعد كده نخش في شكل السن وخطوره المصل لو انا ما مصلتش على الحمام. اهو يا رجاله بمسك نفس الكلام نفس الطريقه اهو، بفتح في اتجاه لحم الديل شرطه 2 3 شكرا، ده اتمصل كده خلاص. اللي بعده ده الذكر. شوف يا اخي تخيل الفرق، تخيل انت بتتعب نفسك ازاي. تخيل بقول لك فرد حمام اهو اهو شباب اهو، لحم الصدر بان، لحم الصدر بان ما شاء الله في اتجاه لحم الصدر اهو، شرطه 2 3 قدامك والله قدامك ماشي. وليد انا بخاف احقد يا بيما، انا قلت لك بقى اهو، انا وريتك قدامك فرد واثنين وثلاثه واربعه، همصل لك كمان يا عم حمام دلوقتي تاني قدامك. طيب انا قلت لك دلوقتي انت كده بتحافظ على حمامك لمده 6 شهور، حمامك سليم وبتاعك وصحيح مش هيحصل له حاجه، حمامك مش هيجيله سالمونيلا. حمام النش طالع دلوقتي حالا امصله، حمام السلاكه نازل امصله، حمام الحضان همصله. بقول لك مش هخلي فرد حمام عندي غير لما امصله. معكش فلوس ومعكش 900 جنيه ثمن الازازه، مفيش مشكله، يا فلان يا علان يا جاري يا صاحبي يا حبيبي، ما تيجي نجيب المصل يا عم سوا، احنا مش حمل مرض الهزه. مرض الهزه كفيل ان هو يقضي لك على قطيع بالكامل او على السلاكه بالكامل في خلال اسبوع او 10 ايام. المصل ده يا رجاله ده مصل ميت، ده مصل ايه ميت. عباره عن ايه المصل ده؟ عباره عن المرض بس ضعيف. انا بحقن فرد الحمام بالمرض بس في شكل مخفف بالبلدي، خلاص بشرح لك بالبلد اهو، وبرفع مناعه قبل ما امصل 3 ايام، وبعد ما امصل بدي رافع مناعه 3 ايام. فرد الحمام ممكن تخش عليه تلاقيه هدى شويه كده وجسمه دفى سنه بعد المصل بساعه ولا ساعتين، خلاص جسمه بدا يقاوم المصل اللي هو المرض في شكل مخفف. انسى بقى، انسى. يعني ايه انسى؟ يعني لو جبت فرد مصاب عنده الهزه ورميته في وسط حمامك ولا يحصل حاجه. تخيل الفرق يا عم. انت ساكت ليه؟ انت ما بتمصلش ليه؟ ماشي. انا بحزن اقسم بالله العظيم، انا بحزن لما الاقي حد صانع محتوى طالع يقول لك بديل المصل بقى شويه عسل اسمر كده وبتاع وشرب الحمام وانسى. يا عم يا عم انت بتقول ايه بقى؟ هو اي حاجه وخلاص، هو اي كلام يا جماعه، هو اي عجن والسلام يا جماعه. يا جماعه في ناس مبتدئه ماشي، تلاقي واحد تاني يقول لك بقى ايه خلطه البصل على الثوم على الليمون وانسى ان الحمام يجي له هزه. يا عم هو اي عجن وخلاص يا جماعه. مرض الهزه مرض فيروسي وبينتشر عن طريق الهواء، والله عن طريق الهواء. يعني ممكن فرد حمام بري يبقى واقف لي هنا يعدي لي حمامي، ايوه بيه. يعني ممكن تبقى يا اما واقفه هنا مصابه بالمرض وتعدي الحمام، ايوه بيه. يعني ممكن عصفوره تبقى واقفه هنا ومصابه وتعدي لي الحمام، ايوه بيه. عسل اسمر ايه وبلح عجوه ايه بس وبصل وتوم وليمون ايه، كل الكلام ده رجاله عجن في الفاضي، لا بديل عن التمصيل. مصل لنا كمان اوريك كده حمامتين. انا بص انا معاكم النهارده لحد ما تزهقوا مني. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كمان هعمل لكم حاجه جميله جدا، همصل لكم فرد حمام اقسم بالله العظيم لحم قدامكم نفس الكلام اهو. شوف خلاص بقى بتتكرر بقى اهو. صدره عليا ماشي، انا رافعه بس عشان يبقى باين بالنسبه لك، شمال ويمين كده لحد ما اللحم يبان. ارشق السرنجه في اتجاه الديل شرطه 2 3 شكرا، اتمصر. نجيب لي تاني. شوف يا جماعه مصلت 6 حمامات قدامك في ثواني مش هياخدوا حاجه، نفس الكلام اهو. اللحم بان، ارشق في اللحم شرطه 2 3 وشكرا يا شباب. انا اسف نشوف بس كده الموبايل. تمام وصلنا للدقيقه 15. سامحوني سامحوني، الحلقه دي من اهم الحلقات. طب تعالى ماشي. بصوا يا شباب شايفين الزغاليل قد ايه؟ يا عم انت بتتكلم على زغاليل لحم، انت بتتكلم على زغاليل لحم لسه ما ريشتش. يلا يا عم برضه، يلا برضه اشتري مني. اقسم بالله العظيم لو عايز تكمل بقيه الحمام من غير ما تشوف ولا تشغل بالك، تلاقي كله عمال يلطم ويصرخ هزه ومش هزه ومرض وروشه والحمام، وانسل البتاع الريش بتاع الرقبه، لا احطه في الشمس، لا ده بيعدي، طب اعمل ايه يا وليد، طب ادي ايه؟ لا يا عم انا في غنى عن الكلام ده كله. دايما في قاعده احنا ماشيين عليها، الوقايه خير من العلاج، وهي دي الوقايه.
صعب يا رجاله الموضوع، باجي نفس الكلام نفس الكلام اهو. بصوا يا رجاله حته لحمه في ايدي والله، ماشي نفس الكلام في اتجاه الديل، دخلت السرنجه شرطه 2 اهو، دعكت اهو. بصوا يا رجاله المصل اهو ماشي تحت الجلد اهو، ماشي تحت الجلد، يعني مفيش بقى احنا من كده. يعني اعمل لك ايه تاني؟ الزغلول يا عم التاني اهو نفس الكلام اهو. شوف من عمر ايه، انا بكلمك على زغلول عمره 4-5 ايام، نفس الكلام اهو في اتجاه الديل جنب العظمه واقوم شرطه 2 اهو. بصوا يا رجاله المصل اهو، بص المصل اهو، المصل انتشر اهو تحت الجلد خلاص كده. طيب في حاجه بقى مهمه انا عايز اقول لك عليها. هو فرد الحمام كده يا وليد اللي اتمصل من النهارده كده فرد الحمام سليم؟ لا، المصل بيشتغل من بعد 14 و15 يوم. يعني ايه الكلام ده يا وليد؟ يعني فرد الحمام، شوف بكلمك على فرد الحمام بقى، يعني يبدا ينشط المصل في جسم فرد الحمام بعد 14-15 يوم. فرد الحمام اللي يعدي عليه من 25 ل 30 يوم، نملى بس السرنجه كده. شوف يا جماعه المصل خارج ساقع ازاي. يعني فرد الحمام بالبلدي كده يا شباب اللي يعدي عليه، الله اكبر الله اكبر، فرد الحمام يا شباب اللي يعدي عليه من 25 ل 30 يوم كده فرد الحمام خلاص يا عم احنا عدينا بيه. نحط السرنجه في ودننا ونجيب اخر فردين تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا انا عندي شخشالي كده على قده في التقليد، عندي شقلباظيه فردانيه اديتها له هشغلهم حضانه يا شباب. ماشي نفس الكلام برضو اهو. النتايه اهيت، نتايه بتصم، نتايه عليها ريش، نتايه الكلام ده كله مصل يا باشا كله. خليك معايا عشان هقول لك دلوقتي ان في حمام هيقع منك اهو. نفس الكلام الصدر في اتجاه الديل، ارشق السرنجه، ادي 3 شرط وبالسلامه، واقوم داعك مكان الحقنه بالطريقه دي. ماشي اخر فرد همصله علشان اجي لك لجزئيه مهمه جدا، وهي فرد الحمام اللي ممكن يقع مني بعد ما امصل. هو في حمام ممكن يقع مني ولا مفيش حمام ممكن يقع مني؟ طبعا اللي قفل الفيديو ده في اول فيديو ده خلاص يعني ده ربنا معاه بقى، ده ربنا يوفقه، عنده الحمام سليم، عنده الحمام ما بيحصلوش حاجه، في ثانيه يتلط تلاقي الدنيا كلها عنده خربت. ماشي اهو يا جماعه اخر فرد بس همصله معاك. اللحم الصدر بان، ارشق 3 شرط، شرطه 2 3 شكرا يدعك. حط فرد الحمام. طيب تعالى بقى، انا قلت لك على حته مهمه جدا دلوقتي، وهي ان انا اسف انا بعتذر الفيديو وصل 18 دقيقه واحده وقت. انا دلوقتي بكلمك عن ايه؟ ان فرد الحمام اللي اتمصل بيقعد من 25 ل 30 يوم وخلاص فرد الحمام ده بقى بتاعك. المصل اشتغل، هو قوم المرض زي ما بنقول. ماشي قلنا طبعا المصل ده ميت، في مصل حي اللي هو اللاسوته، وده ردة فعله بتبقى اقوى شويه من المصل ده. طب هو ينفع التاني بديل ده؟ لا يا شباب، ده الاساس والتاني ده احتياطي. عارف انت اللعيب الاحتياطي بس عند لعيبه اساسيه، ده الاحتياطي ده الاساسي عندي. وبمصل الرجاله في شهر 10 وفي شهر 4، 10 و4 كل 6 شهور. تمام؟ اخر نقطه، في خلال ال 30 يوم لحد يعني من يوم ما مصلت لحد ما يعدي 30 يوم ممكن فرد حمام يقع مني؟ ممكن فرد حمام يقع مني، اللي هو يا وليد اللي مناعته قليله. وانا بتبسط جدا لما الاقي زغلول ولا زغلولين ولا فردين ولا 2 ولا 3 وقعوا مني. ليه؟ ده نتيجه او مؤشر يقول ان المصل شغال بشكل سليم. ان ما هو انا ما بحقنش ميه من الاخر. زغلول وقع مني يبقى ده كان مناعته قليله